السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده هنعمل مع بعض حاجة حلوة كده جدا. الحاجات دي الحاجة الحلوة بتاعتنا النهارده من أيام الزمن الجميل، لو حد فاكرها يقول لي هي ايه؟ طيب هقول له كان هي السنافر. وقبل ما نشوف مقاديرنا مع بعض هنسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. مقاديرنا النهارده حبايبي 4 بواكي بسكوت. ده بسكوت اسمه بسكوت مصر. تمام. عندي معلقتين قشطة، 6 مكعبات جبنة كيري، 4 باكو كريم شانتيه. المفروض عندي علبة واحدة لبن مكثف، بس العلبة الكبيرة شوية أنا ما لقيتش، جبت العلبتين الصغيرين، فطبعا هاخد منها علبة ونص. وعندي كمان نص كوب لبن حليب هحطه في طبق كده. ويلا نشوف عملناها ازاي. بولة كده هنزل بالقشطة الأول. هنزل علبة ونص حليب مكثف، ده لو علبة صغيرة. لو انتي بقى هتجيبي العلبة الكبيرة، يبقى هتنزلي طبعا هتحطي علبة واحدة بس. وبعدين ننزل بالجبنة. وبعد ما جمعنا المكونات دي مع بعض حبايبي طبعا بالمضرب، هضربهم ضربا مبرحا بالمضرب، بحيث ان كل المكونات تختلط ببعضها حبايبي وتبقى كأنها حاجة واحدة، وتديني كده قوام كريمي. في المرحلة دي بنزل بالكريمة. عندك بقى كريم بودر تقدري تستخدميه، عندك كريم اللي هو السائل ممكن تستخدميه، عندك باستري كريم تستخدميه. الوجبة بتاعتنا النهاردة حبايبي دسمة وجميلة. طبعا مش عايزة اقول لكم الولاد كل شوية بقى عايزين سنافر يا ماما، عايزين سنافر يا ماما، مش عايزة اقول لك هي لذيذة قد ايه، جميلة قد ايه. دي حبايبي بقى وصفات الزمن الجميل. بعد ما بضربهم كده بنجيب البسكوت بتاعنا ونبتدي نسقيها كده في اللبن. نسقسقها في اللبن ونرصها في الصينية زي ما احنا شايفين مع بعض. ترصيهم كده جنب بعض كأنك بترسمي لوحة فنية، زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا واحدة تتكسر مش مشكلة، واحدة تنقطع مش مشكلة. ترصيها بطريقة يعني مستوية كده، ترصيها بطريقة عشوائية زي ما تيجي معاكي، انت مش محتاجة تبقى الحاجة يعني قوي قوي كده. اهم حاجة يكون عندي طبقة بسكوت من تحت زي ما احنا شايفين مع بعض. وبناخد الكريمة حبايبي اول طبقة، وتاني طبقة نفس اللي عملناه في الطبقة الاولى بنعمله طبعا في الطبقة التانية. طبقة بسكوت وعليها طبقة كريمة ونفردها. والسنافر حبايبي بتعمل طبقتين بس زي ما احنا شايفين مع بعض. وعندي هنا طبعا هنحط على الوش بسكوت اوريو بنطحنه في الخلاط في الكبة. عندك اي نوع مكسرات، عندك بقى عايزة تحطي جوز الهند، عايزة تحطي فورماسيل، عايزة تحطي اي شيء يحلالك انت عايزة تحطيه. انا قسمت الصينية بالشكل ده، عملتها مثلثة كده، وحطيت طبقة الاوريو، وبعدين كملت بطبقة المكسرات. طبعا ادتني الشكل النهائي الجميل دوت زي ما انتم شايفين معايا. ما خدتش وقت وخلصت بسرعة، مكونات بسيطة ومش غالية، وهتفرحي الأولاد. وبندخلها التلاجة لمدة ساعتين 3 ساعات، بس هي على الأقل يعني ساعتين. احنا بالنسبة لنا ما تحملناش تقعد في التلاجة ساعتين أصلا. الولاد لا يا ماما عايزين. بتقطعيها بقى بالطريقة اللي بتناسبك وبتطلع بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. طبعا حاجة جميلة في منتهى اللذاذة زي ما انتم شايفين. تواصل معايا لحد هنا حبايبي ما ينسانيش بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس يوصلكم مني كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.